يا صاحبي الجميل، في كتاب غير طريقة تفكير ملايين حوالين العالم اسمه فن اللامبالاة. بس اسم الكتاب خادع شوية. الكتاب مش بيقولك ما تهتمش، هو بيقولك اهتم بالحاجات الصح وسيب الباقي. والنهاردة هحكي لك القصة من جوه، مش بس بشرح، لأ، بحكايات حصلت مع دينا وأميرة، اتنين بيشتغلوا في بنك، بس زيك كده بيعدوا على اختبارات الحياة يوم ورا يوم. الأولى، حلقة ردود الفعل من الجحيم. لما دينا كانت قلقانة من إنها قلقانة، دينا كانت بتصحى الصبح قلقانة من مقابلة، وبعد شوية بقت قلقانة من إنها بتقلق. دخلت في دايرة مرعبة، الخوف من الخوف، الزعل من الزعل. أميرة قالت لها الكتاب بيقول إننا ساعات بنعيش جوه مشاعرنا بدل ما نعديها، بس لما تبص للمشاعر دي وتقولها أنا شايفك، مش خايف منك، ساعتها بتتحرر. التانية، السعادة مشكلة. ولما دينا اكتشفت إن التعب مش دايما وحش، في مرة دينا كانت بتشتكي من الشغل، كل يوم تعب على الفاضي. بس أميرة قالت لها السؤال مش هو تعبك قد إيه، السؤال هو بيودي على فين. وهنا كانت أول مرة دينا تفهم السعادة مش في الراحة، السعادة في إنك تختار تعبك. التالتة، أنت مش مميز. ولما دينا كانت شايفة إنها لازم تبقى استثنائية، دينا كانت مخنوقة. أنا مش بعمل حاجة عظيمة، يبقى أنا فاشلة. بس أميرة قالت لها هو لازم تبقي عظيمة علشان تحسي إن ليكي قيمة. الكتاب هنا كان بيصرخ مش لازم تبقى الأفضل، بس لازم تبقى صادق مع نفسك. الرابعة، قيمة المعاناة. اختار تعبك بنفسك. لما دينا قررت تروح الجيم، وبعد أسبوعين قررت تبطل. ليه؟ لأنها مش شايفة نتيجة. بس أميرة سألتها مش أنت اللي اخترتي تعب التمرين؟ يبقى التعب ده مش عبء، ده بناء. كل حاجة حلوة وراها وجع، بس وجعك ده هل بيبنيك ولا بيكسرك؟ خمسة، المسؤولية تبدأ من جواك. رد فعلك، اختيارك في البنك، حصل موقف سخيف مع عميل متنرفز ودينا انفجرت، لكن لما حكيت لأميرة قلت لها اللي حصل مش بإيدك، بس رد فعلك مسؤوليتك. وهنا بدأت دينا تفهم المشاعر بتيجي، بس الفعل بيبدأ من قرار. السادس، فن اللمبالات الحقيقي. مش كل حاجة تستاهل تفكيرك في مرة. دينا كانت متعصبة من بوست على فيسبوك، حاسة إن الكلام موجه لها، لكن أميرة قالت لها مش كل حاجة تخصك، ومش كل صوت يستاهل إنك تسمعيه. التركيز عاملة نادرة، متضيعاش على التوافه. السابع، الألم اللي ليه معنى. لما دينا بدأت تختار تعبها، دينا كانت بتقول أنا بتعب ومفيش نتيجة. بس أميرة سألتها هو التعب ده بيقربك من هدف ولا بيبعدك؟ الكتاب بيقولك السؤال مش بتحلم بإيه، السؤال مستعد تتعذب علشانه. ثمانية، السيطرة على الأفكار. دماغك مش ضدك، بس محتاجة تدريب. آخر مرة دينا كانت بتشتكي من دماغها، أفكار، قلق، تحليل، لوم. بس أميرة قالت لها الدماغ دي أداة مش حاكم، وانت تقدر تختاري تسمعي لمين وتسكتي مين. 8 حكايات، 8 مواقف، 8 دروس. ودايما كان في سؤال واحد في الخلفية، انت بتعيش ازاي؟ مش على الورق، لكن في دماغك وفي قلبك وفي رد فعلك. فن اللامبالاة مش كتاب تنمية بشرية تقليدي، ده مرآة، ولو بصيت فيها صح هتشوف نفسك، ويمكن تبتدي تغيرها. قول لي يا صاحبي الجميل، ايه اكتر موقف من الحكايات دي حسيت انه لمسك؟ واستناني في الرحلة الجاية. بس قبل ما نمشي، تحب ترشح لنا كتاب ايه نشتغل عليه الحلقة الجاية؟ اكتب لي في الكومنت، علشان الرحلة دي مش أنا اللي بختارها لوحدي، إحنا بنعيشها سوا. ويلا بينا يا صاحبي الجميل، لأن ورا كل كتاب حكاية